ازيكم يا اخواتي يا فانزاتي يا اللي منورين حياتي. النهارده بقى جايبه لكم، بما ان النهارده يوم مش عادي ويوم لذيذ كده وحلو، قلت انزل لكم طريقه فيديو تورتايه خضرة كده. ربنا يجعل ايامكم كلها خضرة وحلوه كده ومنوره الدنيا. النهارده يا ولاد جايبه لكم تورتايه كده. تعالوا بس الاول نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونصلي على الرسول. انا مش هقول لكم طريقه الاسبونش بتاعها، لان انا نزلت كم مره اسبونشات وحاجات وتورتهات، فاكيد انتوا ذوقتوا. وعشان كمان الفيديو ما يكونش طويل عليكم وما تملوش وتزهقوش، انتوا كده 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 اصلا يعني زهقانين وطهقانين في حياتكم، فانا مش عايزه ان انا إيه اكون حمل تقيل عليكم برضو. نخش بقى في الموضوع. بس احب اوجه رسالتي، رسالة من هنا كده لحد راشا. رشا يا رشا يا اللي عاملة زي الفراشة. وكمان تحية خاصة لأجمل نورهان في الدنيا، وأتمنى تشوفوا الفيديو وتسمعوا التحية الخاصة دي. ويا نورهان يا نورهان يا اللي عاملة أكلة بتنجان. تعالوا بقى نصلي على الرسول يا بنات كده عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف عملنا التورتاية الجميلة دي ازاي. طريقة بسيطة وسهلة خالص. أنا اخترت لون مش عادي عشان هو يوم عادي، اخترت لون أخضر عشان يبقى كيوت كان طفل او مش فاكره بصراحه. هو فيديو كان من زمان وانا يعني ما نزلتوش، فهو كان طفل ولا طفله يعني. قلت بقى طالما حاجه صغننه في سن صغير، فاعمل لهم على شكل كيوته كده. ويا ريتني ما كنت عملته على شكل كيوته. يعني اكون صريحه معاكم، يوم التورته ده كان يوم مش عادي عشان هو يوم عادي. ما عجبهمش التورته يا جماعه، انا صريحه معاكم، ما بحبش ان انا اقول بقى حاجات ما حصلتش. كده كده ما عجبتكمش، يعني ما عجبتهمش. ليه بقى؟ يقول لك حجمها صغير. هي حجمها صغير. ال- الحاجه كلها غاليه يا جماعه. ومن انا كنت قايله للبت نورهان، يا بنتي يا نورهان مقاسها 20 ولا كانت مقاسها 22، يعني انا ما غلطتش يعني. السعر كان محطوط على يا ولاد؟ وقولوا مين اللي غلطان فينا، انا ولا نورهان اللي ما بتاكلش بتنجان؟ وهي تسمعني في الفيديو، هي عندي وهتسمعني في الفيديو ان شاء الله. انا يومها كنت قايله لها مقاس 20 بكذا، مش عارفه والله كنت مديها لها بكام. بكذا مقاس 22 بكذا مقاس مش عارفه كل مقاس ليه سعره. فهي اختارت دي بسعرها. فالمهم ان احنا اتفقنا ان انا اعملها لها وبالسعر اللي احنا متفقين عليه وبالمقاس اللي انا قايله لها عليه. بعد ما وديتها وخلاص، قالوا لي يا جماعه، قالوا لي ده هي كبيره. طب الغلط على مين دلوقتي؟ قالوا لي هي صغيره. الغلط على مين دلوقتي؟ على لو لسه وصلوا من الفيديو لحد هنا ونصوا يحطوا لي اللايك، ولسه ما صلوش على النبي، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. المهم ان احنا كنا متفقين على سعر معين وعلى مقاس معين بالسعر ده. المهم ان بعد ما راحت قالوا لي دي صغيره. قلت لهم يا جماعه، ده ما انا متفقه مع نورهان اللي اكيد انتوا حفظتوا الواكله بتنجان. هي فعلا واكله بتنجان، عشان هي اصلا يعني هي اللي غلطانه في الحوار كله. المفروض كانت تقول لي حتى يا اميره، طب هي هتقضي كام نفر ولا كام قد ايه، ولا لا هي مقاس كذا بكذا خلاص. المهم، مين اللي غلطان فينا دلوقتي؟ نورهان ولا أميرة؟ قولوا لي في الكومنتات وانا راضية بمين اللي غلطان فينا يا ولاد. يعني قولوا لي. يعني هنا بقى بعد ما كنت حاطه لون اخضر ما حسيتوش، يعني ما حبيتوش ما حسيتوش، قلت لا هفتحه شويه وبلون ابيض كده وارجع تاني اجلسها. ما بطلعش الحاجه الا على مزاجي، اما تكون الحاجه طالعه على مزاجي بطلعها. حاجه كده ولا كده، ولا اقعد اعدل فيها لما اخربها اكتر واكتر وبعد كده اطلعها. المهم يا بنات، اتصلنا ببعض، ما اتصلوا عليا وتفوضنا، والمهم الموضوع عدى على خير.
بس يعني اتمنى ان الموضوع ما يتكررش تاني واللي اتصل عليا بعد كده تبقى متأكدة ان الحجم بتاعها، ما هيش عارفة الحجم قد ايه تقولي طب هتأكل قد ايه مثلا او كده. واساسا ده الفيديو ده كان من زمان، ده كانت الحاجة الخامات هادية شوية، ده دلوقتي الخامات طلعت نار 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 ونار يا حبي نار، يعني حاجة كده مولعة نار. بما ان كمان احنا في ايام بقى داخلين على العيد اليومين دول، رمضان في عيد بقى في الدنيا، مش عايزه اقول لكم الاسعار بتاع اللبس يا ولاد. انا كنت رايحه اجيب اللبس للسيد ابني، كنت رايحه له اجيب له طقم، ومش عايزه اقول لكم الاسعار عامله ازاي، والله العظيم الاسعار يعني الله يكون في عون الاهالي، واللي عندها عيل وعيلين وثلاثة واربعة، يعني بصوا ربنا يرزقنا يا رب برزقهم و... ويعديها على خير، لان بصراحة الموضوع زاد عن حده، الموضوع زاد عن حده. الطفل طفل وعايز لبس برضه وعايز يعيش حياة طفولته، يعني ده هتبقى في ذكرياته. انما بقى مش عارفة، يعني انا كنت سائلة على الجاكيت، هو نفس الجاكيت سائلة عليه ما كملتش من اسبوعين، كنت مثلا تيشرت كده ومش عارفة ايه ب400، جيت اسأل عليه دلوقتي لقيته ب650، هو نفسه نفس الملكان اللي واقف يعني، ما تغيرش. طب انتوا ما جبتوش حاجة، ده هو ليه تغلوا مع القطعة 250؟ بيبقى استغلال. وانا من مكاني ده مش هقبل الاستغلال، ما قبلوش، وفي الاخر جبته. انا في الاخر جبته، هو هعمل ايه؟ مش بيدي حاجة وكده كده لازم اجيب له لبس عيد فجبته، مش بيدي حاجة، بس ما بقبلش الاستغلال، ما احبش حد يستغلني برضو، ما احبش حد يضحك عليا، الناس تضحك عليا بدماغي مش بدماغه. حد فاهم حاجة؟ انا هنا بقى اتمنى تقولولي ايه رأيكم بقى في التورتاية الجميلة دي، والله شكلها كيوتة وشكلها كانت جميلة وحلوة كده وبسيطة. بس يلا بقى ايه، كان يوم يعني صعب شوية، بس يلا الحمد لله عدت على خير. لو عجبكم بقى تزيين التورتاية الحلوة دي، مش هقولكوا لو عجبكم الفيديو لان انا حاسة ان انا كلامي متلخبط ومش مفهوم، بس لو عجبكم تزيين التورتاية الجميلة دي ما تنسونيش بقى بالاشتراك وتفعيل الجرس، واستنوني الفيديو الجاي يا اخواتي يا احلى اخوات في الدنيا. دمتم كده في حفظ الله وفي رعاية الله، واستنوني الفيديو الجاي احلى اخوات في الدنيا، مع الف 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 سلامة يا اخواتي، سلام.